كما أننا لم نتراخى بعد ثورتنا المجيدة بعد 25 من يناير في قضية العالم الأسير الدكتور عمر عبد الرحمن، وقامت الدنيا ولم تقعد، وتحركت الأسرة ومع شعب مصر بأطيافه في مؤتمرات حاشدة ووقفات عديدة أمام السفارة الأمريكية، وما زلنا حتى الآن في اعتصام. وأرغمنا السفيرة الأمريكية أن تغير من مكانها الذي كان المكان المحصن لها إلى مكان آخر. أردنا أن نقول للشعب الجزائري: اطمئنوا، فإن إخوانكم في مصر حينما بإذن من الله تبارك وتعالى يتبنون قضية لا يتراجعون فيها أبدا ولا يستسلمون. وتذكروا قضية العالم الأسير الدكتور عمر عبد الرحمن منذ أن كانت أول وقفة لنا يوم 25/3 تحديدا، وحتى الآن ما تراجعنا وما استسلمنا ولن نستسلم بإذن من الله تبارك وتعالى في مقر اعتصامنا أمام السفارة الأمريكية إلا بعودة العالم الأسير الدكتور عمر عبد الرحمن. أردنا أن نطمئن الشعب الجزائري من هذا المكان أننا بإذن من الله تبارك وتعالى سنحشد الحشود وسنعد العدة، ولولا أن حركة الكرامة أخبرتنا بهذه الوقفة خلال أيام قليل فقلنا واتفقنا فيما بيننا أن تكون أول انطلاقة وقفة أمنية كي تصل صوتنا إلى الحكومة الفرنسية، لكي يعلم الشعب الجزائري أننا لا نستكين بإذن من الله تبارك وتعالى إلا بعودة الدكتور مراد هنا إلى أهله مرة أخرى، وأن لا يكون هناك دور للحكومة الفرنسية في أن تسلم هذا العالم للحكومة الجزائرية.